طبعا انتوا عارفين ان تحاليل الانيميا دي غاليه جدا، لكن انا هقول لكم ازاي هتتعمل ببلاش وما تدفعوش ولا حاجه. هيجيلك ابنك وهتجيلك بنتك وتقول لكم النهارده عملوا لنا في المدرسه قاسولنا وزن وطول وعملوا لنا تحليل. اللي بيحصل ده احنا بنتابع اطفالنا في سن الابتدائي، سن مهم جدا وحرج جدا لنمو اطفالنا واولادنا وبناتنا. بنعمل لهم وزن وطول وبنقيس لهم الهيموجلوبين. ايه الهيموجلوبين ده؟ اللي هي عشان نشوف نسبة الأنيميا، عشان نعرف ان الولد او البنت في أنيميا، في تقزم. يعني ايه تقزم؟ يعني قصر قامة، يعني قصير شوية عن زمايله اللي بسنه، او عنده مثلا زيادة وزن. احنا بقى بنتابعهم، بنشوف لهم وزنهم، نشوف لهم طولهم، بنعمل لهم الأنيميا، تحليل الأنيميا. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو لقينا أي مشكلة بنوجهكم لأقرب مستشفى عشان نوجهكم صح وفي العمر السليم. ومن البداية نوجه إزاي نوكل أولادنا أكل صحي سليم مغذي، وفي نفس الوقت إزاي نتابعهم في الأنيميا وكل تحاليلهم الخاصة بيهم. وكل ده من غير أي حاجة، ما تدفعش، اوعى تدفع.